لو انت داخل على امتحانات الثانويه العامه فالفيديو ده هيغير نظرتك للحياه كلها مش بس المجموع. انا مش جاي اقول لك ذاكر او ما تذاكرش، انا جاي اقول لك ان انا كنت ماشي زيك في نفس الطريق، وان انا كنت حاطط هدف محدد جدا واكتشفت ان الحياه ليها خطه تانية خالص. لو فضلت معايا لنهايه الفيديو هتعرف ان المجموع مش هو نهايه القصه ولا هو حتى بدايتها. انا كنت طالب عادي زي اي طالب ثانويه عامه جدا، وانا عارف ان انت الفتره دي مضغوط جدا وهتقول لنفسك طب انا هخش كليه ايه، طب انا هعمل ايه، طيب. بس انا جاي اقول لك والله العظيم الفتره اللي انت فيها دي عن نصيحه وتجربه شخصيه، انت ما عليكش اي حاجه خالص الفتره دي غير حاجه واحده بس، وهو السعي ثم السعي ثم السعي. لان انت مالكش علاقه خالص، النتيجه مش بتاعتك. ربنا بيقول لك في القرآن وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فأنت الفترة دي ما تجيش تقول ده مش عارفة لو بنت خالتي جابت مجموع إيه، ده ابن خالي دخل طب، ده ابن إيه. صدقني والله العظيم أنا خلصت ثانوية عامة وأنا جبت 84%، 84 ونص، يعني حرفيا اللي هو قول 85. وأنا كان عندي بقى حلم، أنا عايز أخش بقى، بص أنا وانا في الامتحانات او فتره قبل الامتحانات انا لازم اخش هندسه، انا مهندس، انا ايلون ماسك، انا لازم اخش هندسه. حرفيا انا كنت بقول لنفسي كده، اللي هو انا حتى من كتر ما انا اللي هو ما كنتش مصدق النتيجه، انا اتصدمت، اللي هو فضلت قاعد شويه يوم النتيجه اللي هو ايه ده، انا مبلم، اللي هو ازاي انا كنت بسعى طول السنه ونجحت وكنت بعدي امتحانات الشهر والدنيا كانت ما اقولكمش، وفي الاخر جبت 84 و5 من 10. اللي هو ازاي؟ بس خليني اقول لك حاجه، ان مش هو المجموع اللي هيخلي ليك قيمه في المجتمع، صدقني والله العظيم انت اللي هتخلي عندك قيمه لنفسك. لان انت لما هتكون كده انت باصص لجواك، يعني اقف كده قدام المرايه وهتعرف ان انت المجموع ده مجرد رقم. انا اعرف ناس كانت معايا وجابت 95% وما دخلش الكليه اللي هو عايزها، واعرف ناس دخلت هندسه ومش عارفه ايه وايه. انا واحد من الناس، اقل مثال انا خلصت ثانويه عامه وكنت بتعب جدا 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 في الثانويه عامه. والله العظيم انا يوم ما النتيجه طلعت اهلي افتكروني 80% من الناس اللي كانت محيطه بيا افتكروني ان انا هبقى المفروض مثلا اوائل جمهوريه، حاجه كده. توب ليه؟ انا كنت طول السنه بسعى وبجتهد بشكل غير طبيعي. انا ذات نفسي كنت حاسس ان انا خلاص انا اول جمهوريه. انا حرفيا انا قاعد كده اللي هو بسمع العشره كده الاوائل، انا خلاص انا اول جمهوريه يا ابني انت، اللي هو انا من العشره الاوائل، يعني لو مش الاول انا تحت الاول. والله بجد ما تقوليش ازاي كل ده ليه، لان انا كنت في ثانويه عامه بسعى بعمل اللي عليا، مهتم بعلاقتي بربنا، منظم حياتي، فانا كنت واثق في ربنا. اللي انا هاجي هطلبه منك الفتره دي حاجه واحده، حسن علاقتك بربنا وخليك عندك تمام الثقه في ايا كان اللي ربنا هيجيبه لك ان هو خير ليك، ان هو خير ليك. انا خلصت ثانويه عامه جبت 84 ونص، وكنت عملت حسابي خلاص هخش كليه في مصر تانية خالص، علشان احنا اسره متوسطه. جيت بعد كده لقيت بابايا بيرن عليا قال لي ايوه كذا كذا كذا، كان هو ساعتها في الشغل، قال لي تعالى يا محمد. رحت قعدت معاه، وابويا كده تحسه راجل سيريوزنا شويه كده. لو هتقول لي معنى ايه سيريوزنا دي بالروسي، يعني هقول لك راجل جد، حضرات الساده الافاضل. فهو كان جد كده شويه، فقال لي بص والله بجد اكتر، يعني اكتر حاجه بجد يعني اتبسطت قوي بيها في ثانويه عامه، لما يوم ما جبت المجموع انا كنت في البيت لوحدي، كانوا اهلي في العين السخنه غالبا فعرفوا المجموع. اكتر حاجه حسيتها منهم في اللحظه دي اني شفت منهم الدعم. ما قالوليش انت وحش، انت ما جبتش المجموع ده ليه، لان هم ما قصروش معايا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. بالعكس لقيت ابويا قال لي كلمه مش هقدر انساها لحد الان، قال لي انا عارف ان انت تعبت في الثانويه وعملت اللي عليك، قال لي علشان كده، وده انا ما كنتش حاجه متوقعها جدا، لان انا كان بابايا قال لي ان انت خلاص احنا عندنا في كده عرف في البيت، اللي هو انت هتخش حكومه، احنا ما عندناش حد بيخش خاص. قال لي انا هقدم لك في كليه خاصه. فانا اللي هو انت بص ربنا يبارك فيك يا حاج. فقدمت، خد بالك من القصه، قدمت في جامعه خاصه في مصر هندسه، قعدت فيها بالظبط ترم واحد، الترم التاني كنت مسافر روسيا. فانا كنت حاطط خطط وحاجات لاهدافي، وربنا بيجهز لك خطه تانيه. فاللي انا عايز اقوله لك اسعى واعمل اللي عليك، وربنا والله والله ربنا هيكرمك وهيرضيك من حيث لا تحتسب. لان احنا في الدنيا دي انا قلتها لك قبل كده، ليس علينا الا السعي، ليس علينا الا السعي. اسعى واعمل اللي عليك وهات اخرك، والنتيجه فقط بتاعه ربنا. فاللي انا عايز اقوله لك الفتره دي عشان خاطري، اوعى تضغط على نفسك، انت جميل، انت قمر، انت زي الفل، يكفي ان انت عملت اللي عليك وان انت قدام نفسك ما قصرتش. اكتر لحظه
هتندم عليها يوم النتيجة لو انت ما كنتش بتذاكر وذاكرت. لكن انا واحد من الناس لما جبت المجموع ده اتبسطت جدا. ليه؟ لان انا عملت اللي عليا، جبت اخري. فوالله العظيم في الاول بصراحة كنت زعلان، بس بعد كده رضيت. ليه؟ لاني ربنا هو شايف الخير ليا، فربنا رضاني. فمجرد ورقة ما تخليهاش تحدد هدف حياتك. انا اعرف ناس جابت 60% وبقت ناس ما شاء الله عليها، وانا هو واحد من الناس اتخرجت من هندسه ميكاترونكس في روسيا ومش شغال بالكليه بتاعتي. مش بقول لك معناه ان هندسه وحشه، لا، هندسه كويسه وحاجه جميله، بس انا شغال في مجال تاني خالص مش بمجالي نهائي، ملوش علاقه حتى بمجالي. ان انا مترجم، يعني انا هنا شغال مترجم. فعلشان خاطري ابوس ايدك، إيه، مالكش علاقه باي حد يقول لك ده انت ما دخلتش هندسه، انت مش عارفه ايه، انت ايه هتخش حقوق. انا عايز اقول لكم هنا في روسيا اللي بيخش كليه حقوق ده وزير، يعني ده حاجه ما شاء الله عليه. فعلشان خاطري انت عظيم، انت جميل، انت قمر، انت زي الفل. ومع الوقت هتفهم حكمه ربنا في كل حاجه، وهتعرف ان ربنا لما هيقفل طريق هيكون بيجهز لك وبيعمل لك طريق تاني خالص. ومحتاجك تفهم حاجه واحده، مش المجموع مش هو اللي بيحدد حياتك، ولا المجموع هو اللي بيخليك انت هتعمل ايه. في ناس انا اعرفها دخلت كليات قمه وبقت حاجه، وفي ناس انا اعرفها ما جابتش مجموع وبرضه بقت ناس معاها ملايين، وفي ناس دخلت هندسه وطب وما كملتش وراحت عملت اعاده مسار. فصدقني صدقني لازم ترضى تمام الرضا ان ربنا رب الخير لا ياتي الا بالخير، وان ربنا شايل لك الاحسن، علشان ربنا بيقول لك ولقد كرمنا بني ادم. فربنا بيحب كل انسان وبيحبني وبيحبك، فشايل لنا الاحسن علشان احنا نستاهل كل خير. وهقول لك على حاجه، يمكن اللي انت شايفه النهارده خساره ليك، يمكن هو يكون ليك انقاذ، وربنا انقذك ليك من حاجه انت ما كنتش شايفها. فعلشان كده لازم ترضى باللي ربنا شايله لك. صدقني كل اللي انا عايز اقوله لك، لو انت داخل على امتحانات قريب، هما حاجتين. اول حاجه ذاكر، اجتهد، اعمل اللي عليك. تاني حاجة اوعى ثم اوعى تربط حياتك برقم، لان صدقني مش رقم هو اللي هيحدد هويتك او شخصيتك او انت فين بعد 5 أو 10 سنين. ولو انت كملت الفيديو لحد هنا فانا حابب اشكرك جدا جدا. متنساش تعمل فولو ولايك وكومنت وسبسكرايب، وتابعني الفترة الجاية عشان تعرف اكتر عن السفر، الدراسة برا مصر، وتجارب ناس كتير. متنساش تعمل فولو ولايك وسبسكرايب. سلام.